روحي شوفي مين يا بدرية. طبعا كمال اخويا، مفيش حد غيره، انا عارفه ضربته في الجرس. قومي يا بدرية يا بنتي افتحي له، باين عليه مسروع. لازم عامل له عاملة في الحارة. حق يا ماما، ما اكتر عمايله، اديني قايمه اهو. الله، اديني جايه اهو. هي الدنيا اتقلبت ولا ايه؟ افتحي عوام يا بدرية، عوام عوام. طيب يا اخي ايه ده؟ على مهلك شويه، كنت هتوقعني. في ايه يا كمال؟ لا مفيش حاجة ابدا. وداخل اوضتك على طول ليه؟ مش تقعد معانا هنا شوية؟ لا ما اقدرش، عندي مذاكرة، الامتحان قرب خلاص. اها، ربنا يهديك يا ابني وياخد بيدك انت واللي زيك كلهم. انا مش عايز حد يدخل عليا ولا بذاكر، مش عايز حد يكلمني ولا يعطلني، فاهمة يا بدرية؟ يعني مش عايز حد يكلمني خالص. اطمن يا اخويا اطمن، بس انت ما تعطلش نفسك. انا هقفل عليا الباب المفتاح من جوه عشان ما حدش يقطع عليا حبل المذاكرة. خلاص فهمنا، محدش هيدوس لك على طرف. خش بقى وبلاش لت وعجن. ايه ده يا ماما؟ ده بيقفل الباب بالمفتاح. وماله يا بنتي، خليه يذاكر. دول بيقولوا ان الدروس التوجيهية صعب قوي. الهي يعدلها لك، الهي يا رب يعدل لك الاحوال يا ابني يا كمال، انت وكل ولاد حواء وادم يا رب. انا بصراحه يا ماما لعب في عب الفار. ما تبقيش كده يا بدرية، الواد لا بيه ولا عليه وداخل يذاكر في امان الله. يا ماما انت نسيتي يوم بنت الجزار ولا ايه؟ الله، هو في يوم في الايام اسمه يوم بنت الجزار؟ يوم ما خد اسمه بنت الجزار وراح معاها جنينه الحيوانات وتصور معاها، هي لابسه جاكيتته وهو حاطط على راسه برنتتها، واخوها ظبطهم ورنهم هما الاتنين حته علقه. طب والنبي ولازمته ايه الكلام ده دلوقتي يا بدرية؟ الحكاية دي بقالها زمان واتناست خلاص. ما بقالهاش سنه يا ماما، مش كانت قرب اجازه السنه اللي فاتت؟ ودي احنا لسه ما حصلناش الاجازه. طب وايه اللي فكرك بالحكاية دي دلوقتي؟ يوميها جه مسروع زي النهارده بالظبط، وبرضه دخل يذاكر وقفل على نفسه الاوضه زي النهارده برضه. طب والنبي خليكي محضر خير يا بدرية. قومي يا روح مامتك يا اختي، قومي اعملي لي فنجان قهوة بايديك الحلوة دي عشان اعدل دماغي. حاضر يا ماما. يا ترى مين؟ مش قلتلك يا ماما انا عارفاها وحافظاها كويس. طب روحي شوفي مين وقولي بسم الله الرحمن الرحيم. مؤكد حد غريب. غريب قريب، روحي افتحي بقى وخلصينا. حاضر اديني رايحه اهو، ربنا يستر. ها اهلا وسهلا، اتفضلي. مش برضه دي شقة عم ابو كمال؟ ايوه هي. مين حضرتك؟ مين يا بدرية؟ واحده ضيفه يا ماما. طب خليها تتفضل يا بنتي. اتفضلي يا ست. هي دي اتفضلت يا بنتي. امال فين والدتك الست ام كمال؟ اتفضلي من هنا. معلش يا بنتي، الغريب اعمى ولو كان بصير. ما غريب الا الشيطان يا ست. اسمي وردة يا بنتي، ولو ان الورد ما يلقش علينا دلوقت. امك فين يا حبيبتي؟ انا هو يا ستي، نورتي المكان، اتفضلي استريحي. ايه، هو الحي بيشوف راحة يريح بدنك. خير باذن الله. انا جارتكم من بعد المنور، ساكنة في اوضة في البيت اللي واجهته مهدودة. يا اهلا وسهلا، يا الف مرحبا. تبقي بقى من عيلة العجان بتاع الفلايك. ابويا كان بيبني الفلايك تعوم في اكبرها بحر، واحنا يا حسرة غرقانين في شبر مية. انا اعرف ان الله يرحمه كان احسن واحد يبني الفلايك في اسكندرية بحالها. هو سابنا يا ولاية في فلوكة مهدودة. القهوة اوام يا بدرية، تشربيها ايه يا ست وردة؟ قهوتك مشروبة يا حبيبتي، مش وقت. طيب اعمل لك كوباية شربات؟ يمرر في حنكي وحياة من جمعنا من غير ميعاد. ودي تيجي برضو يا بنت الاصول، تخشي بيتنا اول مرة ولا نكرمكيش؟ اصلها مش زيارة يا ست ام كمال، لا بنزور ولا بننظر من يوم ما مال بينا الزمان. تبقى الحكاية فيها سر بقى، ضروري فيها سر، والصبايا الأمارة ما يصحش يسمعوه. انا هنشر الغسيل في البلكونه يا ماما. وخدي معاكي شوية ردة للفرختين اللي في السطوح بالمرة. حاضر يا ماما. ادي احنا بقينا لوحدينا، اتكلمي يا ست وردة. والبكا لازمته ايه بس؟ والنبي يا حبيبتي البكا لا يرد مفقود ولا يرجع غايب. اتكلمي يا ستي، الكلام انفع. ابنك يا ستها، ابنك كمال
سكتي ليه؟ ما تكملي. ماله ابني؟ عمل ايه؟ شافوه مع بنت زكية في جنينة الشلالات. امتى؟ ازاي؟ من ساعة بس. مصطفى بن المعلم علي جزر النقاش هو اللي شافه. يمكن بيكذب يا ست وردة، ولا يمكن بينه وبين كمال حاجة ولا محتاجة. أنا برضو قلت كده، لكن نقول إيه بقى في كلام الشيخ مكار؟ الشيخ مكر؟ والشيخ مكر ده يطلع ايه كمان؟ صابي عم محمد المصري المزين. مسمينه كده عشان غلبان وعلى نياته. ايه، ما هو الغلبان في الزمان ده بيهزقوه ويدسوه تحت الرجلين. طيب وبنتك زكية في البيت دلوقتي؟ رجعت من شوية وشها زي البنجر وحالتها حال. وكلمتيها؟ قصدي يعني قررتيها؟ ولا حياة لمن تنادي، دماغها وألف زلط إنها كانت بتزور واحدة صاحبتها في باب شرقي. طب وكانوا بيهببوا ايه في جنينة الشلالات؟ ما قالكيش ابن المعلم جزر ده ولا الشيخ مكر؟ قاعدين على كرسي خشب بين الأشجار. وعارفة أنهي أشجار؟ اللي ورقها نازل لتحت وعامل زي ستاير الدانتيلا. يا اختي واحنا مالنا اذا كان زي التنتيلا ولا الركامه؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ ما هو الشجر اللي بالشكل ده يبقى عامل زي الخيمه، والناس قلالات الحياه بيقعدوا تحته علشان محدش يكشف بلاويهم. طب ولما هم كانوا قاعدين تحت الشجر اللي عامل زي التنتيلا والخيمه، يبقى جزر ومكر شافوهم ازاي؟ اصلهم كانوا قاطرينهم يا ست ام كمال، ماشيين وراهم من كوم الدكه لحد جنينه الشلالات. بقى كده. والمقروضه اللي تنشك في نن عينيها، عارفه كانت قاعده ازاي؟ قلعه شبشبها اللي ما حلتهاش غيره ومدلدله رجليها في الميه. ميه ايه يا اختي؟ هما كان معاهم جردل الميه؟ هس ولا كلمه، هو اللي بيفتح الباب. اتكلمي في اي موضوع تاني. وازيك بقى